أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في قطر. المونديال لأول مرة على أراضي عربية وبتنظيم ولا في الأحلام. 32 منتخب جايين يتنافسوا على أعرق بطولة في تاريخ كرة القدم. وعشان ما أطولش عليكم كتير جدا في المقدمة والحلقة النهاردة طويلة شوية، احنا النهاردة جايين نتكلم عن الثمان مجموعات وعن ال 32 منتخب بسرعة كده. فروح اعمل لك كوباية شاي وتعالالي عشان نشوف ايه حكاية المنتخبات. المجموعة الأولى لكأس العالم بتضم قطر، السنغال، الإكوادور وهولندا. منتخب قطر اللي أول مرة في تاريخه يشارك في كأس العالم وبيشارك المرة دي بصفته المنظم. واكبر انجاز في تاريخ المنتخب ده ان هو كسب كاس الامم الاسيويه في سنه 2019، ولكن الاتحاد القطري كان بيحاول يشتغل على المنتخب شويه فوداهم يلعبوا في كوبا امريكا 2019 ولعبوا في تصفيات كاس العالم في ناحيه اوروبا. بيخشوا البطوله على ارضهم وسط جمهورهم بتشكيله قويه جدا من اللاعبين، ولكن مش هقولك اي واحد فيهم، لان انا قلت لك اي واحد انت اصلا مش تعرف اي حد فيهم. المنتخب الثاني في المجموعه دي هو المنتخب القوي جدا، المنتخب السنغالي اللي احنا كنا متوقعين له ان هو هيمشي لبعيد شويه في البطوله دي. المنتخب اللي قدر ان هو يكسب كاس الامم الافريقيه 2022 وصل على حساب المنتخب المصري في الملحق الثاني لتصفيات قاره افريقيا. عنده لعيبه قويه جدا زي ادريس جي، وطبعا اللاعب المخضرم ساديو ماني اللي تعرض للاصابه من فتره، ولكن هو موجود في القايمة. هيشارك ولا مش هيشارك هنشوف في البطولة. المنتخب الثالث في المجموعة دي هو منتخب الإكوادور. وما يغركش الاسم، المنتخب ده منتخب بقاله فترة كبيرة جدا بيلعب في كأس العالم، ومنتخب متمرس على اللعب في البطولة دي. صعد بعد ما احتل مركز رابع في تصفيات أمريكا الجنوبية، وعنده شوية لعيبة كده يعجبوك زي مويسيس كايسيدو واستوبينيان لاعبي برايتون الإنجليزي، وعنده إنر فالنسيا المهاجم القوي جدا بتاع فنربخشة. اما بقى المنتخب الرابع في المجموعه دي منتخب هولندا، المنتخب اللي بقاله فتره ما شفناهوش في كاس العالم. منتخب ليه تاريخ طويل جدا في كاس العالم، دايما بيوصل نهائيات وبيتلب ويخسر في النهائي ويخرج مركز تاني، ولكن تعتبر اخر انجازاته القريبه في 2010 خساره في النهائي من اسبانيا، وفي 2014 الخروج من نصف النهائي ضد الارجنتين. في 2018 ما جاش، وفي 2022 بيجي بمجموعه كبيره جدا من اللاعبين الاقوياء زي فان دايك وفرانكي دي يونج وممفيس ديباي. نيجي بقى للمجموعه الثانيه اللي فيها انجلترا وايران وامريكا وويلز. نبدا مع المنتخب الانجليزي وصيف اليورو اللي فات. منتخب حلو وقوي وعنده سكواد لعيبه كويس جدا. عندك كيران تريبيه بتاع نيوكاسل، وعندك لعيبه تانية كتير زي ماديسون اللي اتصفى اخر ماتش مع ليستر سيتي ووجوده محل شك، ولكن اظن بنسبه كبيره جدا هيكون موجود، بالاضافه الى فودن وهاري كين وشويه لعيبه تانية ممكن تقفل كاس العالم كده في السريع وتروح. ولكن في سؤال مهم جدا انا طالع النهارده عشان اساله لساوث جيت: انت واخد هاري ماجواير تعمل بيه ايه؟ المدافع اللي هو اصلا مضحكنا ضحك السنين في مانشستر يونايتد. نيجي بعد كده لمنتخب ايران، منتخب مش اول مره يلعب كاس العالم، منتخب بيدافع حلو جدا ورخم، والمره دي مع المدرب كارلوس كيروش المعروف بالدفاع المستميت في الملعب ولا حاجه بديله عن الدفاع. بخلاف طبعا ان المنتخب ده عشان يوصل للمرحله دي في كاس العالم تقريبا مر بحروب كده مع الاتحاد ووزير الرياضه وقصص كده ملناش دعوه بيها النهارده. المنتخب اللي بعده المنتخب الامريكي اللي عنده سكواد حلو ومش هين، بيلعب على طول في كاس العالم مع انه غاب عن 2018 ولكن كان موجود في 2014. المره دي السكواد بتاعه فيه بوليزيتش لاعب تشيلسي، وعندهم لاعب الميلان ديست، وماترينيه مدافع ارسنال. اما بقى المنتخب الرابع في المجموعه دي فهو منتخب ويلز اللي بيعمل لنا شويه مفاجآت كانت بدايتها في 2016 في اليورو. منتخب مكافح، خرج في 2016 في اليورو من قبل النهائي ضد البرتغال، والاول مره في تاريخه بيتواجد في كاس العالم. بيخش البطوله دي بسكواد الى حد ما قوي من اللاعبين، عنده جاريث بيل، داني وورد الحارس، بين ديفيز مدافع توتنهام، وارون رامسي. كده خلصنا اول مجموعتين. المجموعه الثالثه اللي بتضم الارجنتين والسعوديه والمكسيك وبولندا. الارجنتين الفريق القوي جدا ابو تاريخ عريق جدا في البطوله دي، اللي لعبت فيفا عملت محاكاه كده عشان تشوف مين يكسب البطوله دي، وطلعت ان الارجنتين هي اللي هتكسب البطوله دي. فريق بيخش البطوله دي بعد نكسه كبيره جدا وخروج من فرنسا في 2018،
وبعد نهائي وخساره من المانيا في 2014 بحلم ليونيل ميسي وكل اللعيبه اللي معاه ان هم يرفعوا كاس عالم جديد للارجنتين. اما بقى لو اتكلمنا عن السكواد الارجنتين داخله بيه البطوله دي، ميسي، دي ماريا، دي بالا، باريديس، مارتينيز، دي بول، شويه لعيبه كده يقفلوا الدنيا، بخلاف طبعا ان لوسيسيو بره القائمه ومش هيلعب لانه مصاب، ولكن اظن ان بقيه اللعيبه ممكن تخلص كاس العالم كده بسرعه. اما بقى المنتخب السعودي في البطوله دي، فده فريق مش اول مره يشارك كاس العالم، شارك قبل كده 5 مرات، وكان اكبر انجاز ليه في كاس العالم في دوره 1994 في امريكا لما وصل الدور ال16 وخرج من البطوله. المنتخب المكسيكي ثالث المنتخبات في المجموعه دي اللي بيدربوا في البطوله دي المدرب تاتا مارتينو الارجنتيني، مدرب عنده خبره، ما نجحش قوي مع الارجنتين ولا برشلونه، ولكن برضو يعتبر ان هو عنده خبره لعبه المنتخبات. منتخب بيخش بالقايمه كامله ما فيهوش حد ناقص، بخلاف المهاجم خيسوس كورونا لاعب اشبيليه. اما بقى المنتخب الرابع في المجموعه دي فهو منتخب بولندا وقائده ليفاندوسكي لاعب برشلونه، والقايمه ما شاء الله مليانه لعيبه تانية كتير جدا وكله حاضر. المجموعه الرابعه مكونه من فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. فرنسا حامله اللقب نسخه 2018 بتخش البطوله دي بكل اللعيبه القويه جدا اللي عندها، بخلاف غياب بوجبا كانتي للاصابه. استراليا فريق دايما بيشارك في كاس العالم ولكن ملوش طموح، معظم لعيبته اصلا بيلعبوا في دوريات انا وانت ما نعرفهاش. اما بقى لمنتخب الدنمارك فمنتخب قوي شاب طموح بيحاول يعمل حاجه، والخبر حلو جدا ان على راس القايمه كريستيان إريكسن اللي قلنا بعد يورو 2020 بطل كوره ومش هيلعب تاني. بالنسبه للمنتخب الرابع في المجموعه دي منتخب تونس، فهو منتخب افريقي عربي قوي، ما نقدرش نقول هو منتخب ضعيف، عمل جيم حلو جدا في افريقيا 2022، مش اول مره يشارك في النهائيات، تعتبر دي المره السادسه ليه بعد ما شارك 5 مرات قبل كده. داخل بسكواد كويس، فرجاني ساسي وعلي معلول وسيف الدين الجزيري، ومتوقع ان هو ممكن يعدي من المجموعه دي. المجموعه الخامسه اللي بتضم اسبانيا، كوستاريكا، المانيا واليابان. المنتخب الاسباني ودخوله بتشكيله قويه جدا من الشباب، وطبعا الصدمه الكبيره جدا اللي خدناها مع استبعاد راموس من البطوله دي، ولكن لويس انريكي قرر ان هو يعتمد في البطوله دي على شويه من الحرس القديم زي سيرجيو بوسكيتس والبا اللي هم اصلا جايبين جلطه لجمهور برشلونه. فكرك ايه يا لويس انريكي انك تاخد الاثنين دول؟ معرفش، بس هنشوف في الملعب. بخلاف كده عنده تشكيله قويه جدا، جافي، بيدري، الفارو موراتا ولاعيبه تانية كتير قوي. اما بقى المنتخب الكوستاريكي الحصان الاسود لبطوله 2014 وتقريبا الانجاز الوحيد اللي عملوه في تاريخ كاس العالم، وصلهم دور 8 في 2014، فبيخشوا البطوله دي بلعيب واحد بس معروف هو كيلو نافاس حارس المرمى، وقفل يا باشا وامشي عليك. نيجي بقى للمنتخب الالماني اللي بعد انجاز 2014 كاس عالم في البرازيل وفوزهم على البرازيل 7-1 في ماتش قبل النهائي، ما شفناهمش بيلعبوا كوره تاني خالص من بعدها، ولكن بيخشوا اول بطوله ليهم مع فليك مدربهم الجديد، وهنشوف هيعملوا ايه. فليك عنده لعيبه قويه جدا زي سانيه وجنابري وتوماس مولر، هيعمل بيهم ايه في الملعب هنشوف في البطوله. المنتخب الرابع للمجموعه دي منتخب اليابان، منتخب بقاله فتره كبيره جدا بيشارك في كاس العالم تقريبا من اول مونديال 98 لغايه دلوقتي، كل نسخه موجود، انجازات في كاس العالم مالوش. اللاعب الوحيد اللي معروف فيهم مينامينو اللي كان بيلعب في ليفربول مع محمد صلاح من فتره، اكتر من كده قفل يا باشا وامشي. المجموعه السادسه بلجيكا، كندا والمغرب وكرواتيا. المنتخب البلجيكي اللي عنده سكواد جامد، عنده دي بروين وعنده هازارد اللي بقاله فتره اصلا ما بيلعبش مع ريال مدريد تقريبا كلنا نسيناه، وعنده روميرو لوكاكو، وعنده لعيبه تانية كتير. بيخش المره دي المونديال عشان يحاول يعمل اي انجاز بعد الانجاز الوحيد اللي عمله في اخر مونديال لما خرجوا من قبل النهائي. بيجي معاهم في المجموعه دي المنتخب الكندي اللي بتعتبر دي تاني مشاركه ليه في تاريخه في نهاية كاس العالم بعد مونديال المكسيك 86، واللعيب الوحيد اللي تقريبا معروف في تشكيلتهم هو الفونسو ديفيز مدافع بايرن ميونخ. اما بقى المنتخب المغربي اللي احنا متوقعين له جيم حلو قوي في المجموعه دي، ومش هيبقى ند سهل لان هو بيضم لعيبه قويه جدا زي اشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان، حكيم زياش لاعب تشيلسي، والحارس القوي جدا ياسين بونو حارس اشبيليه، وفي غياب كده بسيط للاعب اشرف بن شرقي لاعب الزمالك سابقا. المنتخب الاخير في المجموعه دي هو منتخب كرواتيا اللي انا بسميه منتخب العواجيز، مودريتش، بيريزيتش،
كوفازيتش ما نعرفش المنتخب ده ناوي يعمل ايه، وهو اكبر انجازاته اصلا في تاريخ كاس العالم وان هو وصيف بطولة 2018، وما اظنش ان هو ممكن يحقق الانجاز ده تاني ابدا بالتشكيلة اللي موجودة دي تشكيلة قدامها سنة سنتين وهتبحها كلها، ومش هنشوف لكرواتيا كده فترة غير لما تقوم تاني. المجموعة السابعة البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. البرازيل اكتر منتخب متوج بالبطولة دي ب5 مرات، بيخش المرة دي البطولة دي بحثا عن لقب جديد بعد اخر لقب خدوه في 2002 في كوريا واليابان. المدرب تيتي بعد تجربة الى حد ما مش فاشلة في 2018 بيخش في تجربة جديدة المرة دي بلعيبة قوية جدا زي نيمار، فينيسيوس جونيور، خيسوس، وعنده طبعا حارسين من اقوى ما موجود في القارة، أليسون وإيدرسون، وفي غياب كده غريب شوية لفيرمينيو، وفعلا غياب غريب جدا. فيرمينيو لغاية دلوقتي مع الليفر عنده 9 أهداف، فانت خدتش فيرمينيو ورحت خدت لعيبه تانية زي رافينيا من برشلونه جايبين هدفين او 3 بالكتير قوي. اما بقى المنتخب الصربي فهو منتخب شارك قبل كده 11 مره في نهائيات كاس العالم، منتخب ابرز حاجه حصلت له وانجازاته ان هو تقريبا وصل مركز رابع، غير كده مفيش. اما بقى القايمه اللي هو داخل بيها البطوله دي انا وانت ما نعرفش انهم غير ميتروفيتش لاعب فولهام اللي هو مصاب بس ما اعرفش ازاي موجود في القايمه، ولوكا يوفيتش لاعب فيورنتين. المنتخب السويسري اللي على طول موجود في البطولات وعلى طول بيفاجئنا وخرج بطلة العالم من اليورو اللي فات بيخش البطولة دي بشاكيري وأكانجي مدافع السيتي وجرانيت شاكا لاعب الأرسنال. نيجي بقى لآخر منتخب في المجموعة دي وهو منتخب الكاميروني، المنتخب القوي أفريقيا، عنده تشكيلة قوية من اللاعبين زي شوبو موتينج لاعب بايرن ميونخ، ايكامبي لاعب ليون، واندري اونانا حارس الانتر. اما بقى بالنسبة للمجموعة الأخيرة لكأس العالم فهي تضم البرتغال، غانا، الأوروغواي، وكوريا الجنوبية. البرتغال وآخر نهائي كأس عالم لكريستيانو رونالدو، شاركت قبل كده في البطولة دي 8 مرات ووصلت المرة دي بطلوع الروح لنهايات البطولة دي. بتخش البطولة دي بسكواد قوي جدا، كريستيانو رونالدو اللي معظم الجمهور كان ضد انضمامه، برناردو سيلفا لاعب السيتي، وبرونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، وفي غياب مؤثر جدا لدييجو جوتا مهاجم ليفربول. بيجي معاهم في المجموعة الثانية منتخب غانا، منتخب افريقي قوي كان هيعمل انجاز في بطولة 2010 في جنوب افريقيا ويوصل قبل النهائي لولا احداث غريبة كده ضيعت منهم الماتش، ولكن بيخش البطولة دي على امل ان هو يعمل اي انجاز باندري ايو واخوه جوردان ايو. بيجي بعدهم منتخب الاوروغواي اللي بخلاف ان هو قبل كده كسب كاس العالم، اكبر انجاز عمله من فتره قريبه كان قبل نهائي بطوله 2010 في جنوب افريقيا ايام لما كان فيه سواريز وكافاني وفورلان. بيخش بقى البطوله دي بتشكيله جديده جدا من اللاعبين معاهم شويه مخضرمين زي كافاني ولويس سواريز وفالفيردي لاعب ريال مدريد، واروخو لاعب برشلونه، وداروين نونيز مهاجم ليفربول. اما بقى المنتخب الاخير في المجموعه دي هو منتخب كوريا الجنوبيه، منتخب متعود يشارك في المونديال، شارك قبل كده في 10 نسخ ودي النسخه ال11 ليه، وكان اكبر انجازات ليه قبل كده في كاس العالم هو مونديال 2002 مركز رابع في كوريا واليابان. بيخش المره دي بسكواد انا ما اعرفش منه حد وانت ما تعرفش منه حد، بخلاف طبعا ضربه قويه جات لهم باصابه يونج مين سون لاعب توتنهام، اللاعب اللي كان هيبقى مؤثر جدا معاهم في البطوله دي كانت لمحه سريعه على 32 منتخب اللي هيشاركوا في المونديال المره دي. عايزكم في الكومنتات تحت تكتبوا لي متوقعين مين اللي هيتأهل للدور الثاني من ال 32 فريق، ولكن استنوني هنزل لكم بحلقة توقعاتي كده بسرعة قبل بداية البطولة. هسيب لكم تحت في الديسكريبشن لينك صفحتنا على الفيسبوك ولينك البيج على الانستجرام، لان انا هكون متواجد فيهم دايما وهتابع معاكم احداث البطولة اول باول. وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم في حلقة التوقعات. سلام.